السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايه لكم النهارده بمشروع جديد غير مشاريع الفراخ. موسم جديد، معروف ان هو العيد ما شاء الله بتاع الكحك والبسكوت والمخبوزات والبوتيفور والحاجات الجميله والنواعم الحلوه دي. مفيش بيت ما بيعملش الحاجات دي، ومفيش حد ما بيشتريش. فابسط الامور كلنا طبعا بنعرف نعمل البسكوت. انا عملت النهارده مشروع البسكوت. مشروع هيكسبك حلو قوي. تقريبا يعني في ناس ما شاء الله بتكسب مش 100%، ده بتكسب 200%. انتي لا، خليكي بالهوا ده وخدي مكسب بما يرضي الله، حاجه بسيطه. هقولك النهارده بالظبط التكلفه وعدد الكيلوهات ودراسه جدوى كده سريعه على اللي انا عملته بقالي يومين. اللي قدامنا دي كميه 3 كيلو دقيق. انا جبت ايه؟ انا جبت 3 كيلو دقيق، حطيت عليهم كيلو سكر، حطيت عليهم كيلو سمنه، حطيت عليهم 10 بيضات، حطيت عليهم ظرفين او 3 فانيليا وريحه برتقان، وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر. تمام. اسعار الحاجه دي ايه؟ الاول الحاجه دي اللي انا قلت لكم عليها المقادير ال 3 كيلو دقيق دول، طلعوا لي قد ايه؟ طلعوا لي 4 كيلو 850 جرام تقريبا. 4 كيلو 850 جرام. طيب عايزين نعرف تكلفه الكيلو قد ايه، واللي انت كلفتيه قد ايه، وبيتباع بره بكام. هقول لكم كده بسرعه اللي انا كلفته بالظبط. انا جبت 3 كيلو دقيق، والله العظيم جبته من اللي هو السايب، ما جبتش المغلف. جبت 3 كيلو دقيق، الكيلو ب 20 جنيه كده 60. اكتبي ورايا يا ست الكل، عشان خاطر انا جايالك بالورقه والقلم، انا بساعدك، انا جايالك انقل لك تجربه، وانتوا عارفين ان انا صريحه، واي حاجه بعملها بحس ان هي فيها منفعه بحاول اشجعكم. بالذات ان انا خلاص سبت البيت اللي انا كنت بربي فيه فراخ والحاجات دي، واصبح شغلي من البيت من قلب وسط عيالي. فمش هيبقى ان انا قادره اربي او اعمل حاجه، فبتبقى على قد شغل البيت الحاجات البسيطه اللي الست بتعملها، من تنظيف خضروات، من عمايل كفته، من عمايل مخبوزات. فالحمد لله، اللي شاطر شاطر في اي حاجه. فتعالوا كده اشجعكم واقول لكم انا عملت ايه. انا جبت 3 كيلو دقيق، الكيلو ب 20 جنيه كده 60 جنيه معايا دقيق. جبت 10 بيضات ب 55 جنيه. جبت كيلو سمنه كريستال الصفرا ب 110. جبت فانيليا وبيكنج باودر ب 8 جنيه. جبت كيس سكر كيلو ب 35 جنيه. جبت ريحه برتقان ازازه ب 10 جنيه. وحسبت التسويه 15 جنيه. اصبح الموضوع كله معايا، وفي يعني مصاريف نسريه كده، قلت بقى ايه، اديهم للعيال بقى اللي ساعدني واللي عمل اي حاجه. المهم الموضوع قفل معايا 300 جنيه. يبقى ال3 كيلو دقيق اللي هعملهم بسكوت كلفوني 300 جنيه. طلعوا لك قد ايه يا ام معاذ؟ طلعوا لي 4 كيلو 850 جرام او 800 جرام بسكوت، اللي هو انتوا شايفينه قدامكم ده. يعني الكيلو واقف عليكي انت تكلفته ب 62 جنيه تقريبا. 62 جنيه. انا بقى مش هقول لك بيعي ب70 ولا بيعي ب100 ولا بيعي ب170 ولا بيعي ب150. انا هقول لك شوفي المنطقه اللي انت فيها. يعني على ابسط الامور، احنا ده مش شغل معمول بزيت، ومش شغل اللي هو المخابز الناس اللي بيعملوا السوقي ده ويملوه بعلب ويبيعوه. دي حاجه بيتي وحاجه نظيفه، وريحه السمنه فيها ومسكره وجميله، وريحه البرتقال قلب البيت كلها، يعني ما شاء الله حاجه نظيفه. الناس بتدور على الحاجه النظيفه. فاحنا مش هنقول 170. انا بالنسبه لي انا هنا في العاشر من رمضان الناس بتبيع ب 170 جنيه. اللي بيعملوا عمايل بيتي بيعلنوا عن البسكوت والكحك ب 170. انا لسه ما عملتش كحك، خلينا في البسكوت. انا لا، انا قلت لا، 170 حرام كتير. فحضرتك انت مكلفه الكيلو 60 جنيه او 62 جنيه. والله عايزه تبيعي الكيلو ب 100، خدي الكيلو ب 100. خدي بالك ان انت لسه هتعبي، فممكن تجيبي لك علبه ولا حاجه. انا لو جنبي هنا علبه من اللي انا كنت بعبي فيها هوريها لك. مش جنبي. اي علبه، اي طبق فويل، بس تحافظي على الحاجه انها ما تتكسرش على ما توصل لصاحب الزبون. يعني صاحب الحاجه توصل له سليمه. كتيرك قوي ممكن بسكوته او 2 يتكسروا، لكن لازم الحاجه توصل سليمه. فنتوقع قولي مثلا ان العلبه هتجيبيها مثلا ب 3 جنيه، يعني الكيلو واقف عليكي ب 65 جنيه. ف 65 جنيه دول، انت بقى عايزه تبيعي الكيلو ب 100 وتاخدي 35، ده يرجع لك. عايزه تبيعي ب 110، ده يرجع لك. حواليكي بيبيعوا ب 170 وعايزه تبيعي ب 130، ده يرجع لك. كده كسبانه وكده كسبانه. المكسب ده انت اللي هتحدديه، وانت اللي تحطيه بناء على الناس اللي حواليكي، وبناء على جوده شغلك. وشغلك مظبوط، حاجتك حلوه. طبعا بصوا بقى، انا من ضمن التعب اللي انا كنت تعباناه، عشان انا اصلا تعبانه، ولو انتم متابعين الفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا ان انا كنت محجوزه في المستشفى وتعبانه وبناهد مع الدنيا، بحب الشغل وبناهد، ادعوا لي. فحبه اتحرقوا مني.
فطبعا الحبه دول لازم تاخدي بالك، لان ده كده هيبقى خساره عليكي مبلغ وقدره برضو. يعني حبه اهو يعني داخلين لهم في 400 جرام، لو انت بتبيعي الكيلو ب 100 يعني 40 جنيه. انت شقيانه وتعبانه ياما، ما تضيعيش شقاكي وتعبك في حاجه. خدي بالك، سوي الحاجه كويس، حمريها كويس، اقعدي قدامها. لو مطلوب، لو حاسه انك تعبانه ما تعمليش كتير، اعملي قليل بس الحاجه تطلع مظبوطه. واللي هياخد مره هياخد تاني. يعني انا امبارح في حد طلب كيلو، فبعته له عادي، بسم الله ما شاء الله، راح بالليل متصل وباعت تاني طالب اوردر تاني. زي ما تقولوا ان هو ايه، يعني الناس بتبقى خايفه فبتجرب في كيلو يعني. فالله المستعان، حاجة بسيطة الواحد بيحاول يعملها. وطبعا احنا عملنا لعيالنا، يعني اكيد طبعا ما تنسيش عيالك، وما تنسيش ان انت توفري لبيتك، واحتسبي النية ان انت بتدخلي السرور على زوجك وعلى اولادك، وان انت بترفعي المشقة وبترفعي عناء التكلفة عن جوزك، وربنا يأجرك الثواب. لان اي حاجة احنا بنعملها لازم يعني من جواكي لازم تحطي نية للموضوع ده. يعني كده كده انت بتعملي، فخدي ثواب بقى، خدي ثواب احسن. ولو عايزه تعملي المشروع اعمليه، انا قلت لك تكاليفه، قلت لك مجهوده. وعايزه اقول لك ال3 كيلو دول انا بادئه فيهم الساعه 8 وربع تقريبا، 8 وربع الصبح، الساعه دلوقتي 12. يعني قولي من 8 ونص ل 12، قولي 9 10 11 12، 3 ساعات ونص. يعني تقريبا كيلو هياخد له ساعه. فهو ده التقدير، ولوحدي، ما كانش حد بيساعدني يعني، لوحدي. مكه بنتي بتبص لي، ساعدتني حاجه بسيطه كده. بس ما مكه دي صغنطات على فكره، عندها 6 سنين. فهي الدور اتلم في اللي انا بقول لكم عليه ده. فاعملوا وادعوا لي ربنا يحسن ما بين ايديا، وادعوا لي ربنا يشفيني العيال يا رب، ويجعل كده يحسن خاتمتنا جميعا يا رب، ويجعله رمضان مبارك وعيد مبارك علينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.